السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد من قناة Great Building in Morocco. اليوم إن شاء الله غنشوفو الملعب الجديد لمولاي الحسن. هذا الملعب اللي عليه القيل والقال من جميع النواحي، سيرتو من الجيران، حيت غيلعبو فيه أولى المقابلات بكأس إفريقيا المقبل إن شاء الله في دوجنبير. هاد الملعب خدا صدى كبير عند جميع الجزائريين، الصغير منهم والكبير. كيف للمغرب أن ينجز مشروعا ضخما كهذا في فترة وجيزة؟ وكيف للسواعد المغربية أن تكون أهلا للثقة في الكاف من أجل إنجاز هذه المهمة؟ نعم، لست أهذي بما لا أعلم. الصورة أمامكم والتعليق لكم. إنها السواعد المغربية بعقل يتجاوز المعقول، بمدة قياسية تمتاز بها الصين ولا تمتاز بها القارة السمراء. غنبداو بوسط الملعب اللي كنلاحظوا فيه قوالب لحاملات المقاعد، حاملات اللي كتقاد وسط الملعب وماشي خارج الملعب، وماشي بمصنع خارجي، لا، بنفس السواعد في نفس المنطقة في نفس المشروع لسرعة إنجاز المدرجات. وهذا ما يبقينا على الالتزام بالوقت المحدد والمرسوم مع الاتحاد الإفريقي. انتقل الآن مدرج الشرقي. مدرج الشرقي اللي غيشاهد مقاعد الفي في اي بي اللي غيكونوا فيها كبار الشخصيات كالملوك والرؤساء ورؤساء الاتحادات بصفة عامة، ومقاعد للفي اي بي مع إطلالة بانورامية على الملعب بلونج محجوزة، تتوفر على الأكل والشراب بالمجان، كاملة التكاليف مع تذكرة الVIP. كاين اللي غيقول بأن ما كيناش خدمة بزاف ولا ما كاينش واحد التقدم ملحوظ منذ فترة في هاد الجهة الشرقية. الجهة الشرقية إخواني كيكونوا فيها تشطيبات داخلية اللي حنا ما كنشوفوهمش كناس عاديين، غير كنشوفو في الفوتج ديال الدرون. فلهذا يصعب علينا أننا نشوفو التشطيبات الداخلية اللي كتكون أصعب من التشطيبات الخارجية وداك الزيادات اللي كتكون خارجية، لأن هاد البلاصة غتكون منطقة خاصة للVVIP، ويعني غيكونوا فيها مرافق اللي خاصهم بزاف ديال الشغل، وماشي ضروري يبانوا لينا في الخارج، بالعكس فهما كيكونوا داخليين أكثر ما كيكونوا خارجيين. ننتقل الآن للمنطقة الغربية. المنطقة الغربية كتمتاز بأنها وصلت للطبقة الثانية من المدرجات. نلاحظ وجود قوالب خرسانة الجاهزة لصب الخرسانة الجاهزة المناسبة لحاملات المدرجات التي تصنع وسط الملعب. أما عن المنطقة الشمالية فلا جديد يذكر، وهذا حسب خطة الشركة المكلفة بهذا المشروع في تنفيذ المهمة وإنجازها. فلكل شركة أولوياتها في إنجاز مشروع ما، دون أن نغفل عن المنطقة الجنوبية التي تحتوي على طابقين. الطابق الأول
قريب الانتهاء. والطابق الثاني نلاحظ الحديد المسلح وتركيبه وإنجازه لصب الخرسانة والمرور إلى المرحلة الثانية من صب آه، قوالب التي تحمل المدرجات بالخرسانة المسلحة. إذا إخواني أخواتي، كما شفنا الملعب قريب غيدور بالعامية اللغة المغربية، قريب غيدور التيران، وقريب غادي نشوفو صدمة عمر الجزائريين في تطور المغرب في البنيان والتعمير. وأحب أن أقول شكرا لرباط المعرفة على هذه الصور التي تمكننا من ترقب الإنجازات المغربية والتأمل في مدى تطور المغرب دون الضجيج الإعلامي والصدى الإعلامي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. الواقع واقع، والأحاديث والأقاويل تبقى أقاويل. نحن ذاهبون إلى الأمام ولا نلتفت إلى الوراء. المغرب في طريق صحيح، في طريق المعرفة، في طريق التطور والإنجازات. نعم، بدونكم، معكم، أو مع غيركم، نحن ذاهبون إلى الأفق. والله من يوهمكم بأن المغرب لا يعرف الطريق إلى التطور، وبدونكم لا يعرف ما هو التطور، فهو واهم أخرس بدون عقل. والله شاهد على ما أقول. المملكة المغربية بملكها وقيادتها الشريفة حفظه الله لنا ورعاه. إذا وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على التتبع، وما كرهتش الاشتراك، لايك سبسكرايب، فرقعوا الفيديو. كنبغيكم بزاف، شكرا بزاف، تهلاو في راسكم. باي باي.